السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إرهابي، صدقني جد مش هزار. إرهابي طالع من كل شارع، من كل حارة أو جدار. إرهابي رغم ليلك مصر أجيلك بالنهار. إرهابي عاشق غنى سيكا وصبا. إرهابي بعزف على الأوتار. إرهابي نفسه طويل عزمه حديد معاك مكمل المشوار. إرهابي ودماغي ناشفة مدمن صراحة عاشق مكاشفة عدوي ظالم أو غدار. إرهابي 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 ما بيتساومش، لا يمكن تشتريني، يخرس لساني ما يتكلمش. إرهابي من صغر سني رغم إني لا يوم سرقت ولا يوم ظلمت ولا أثرت وأهنت مظلوم في السجون ولا يوم بدرت الموت في الشوارع أسوأ وجنون. إرهابي ما حرقتش جثث ولا اغتصبت بنات ولا خنقت بشر حشرهم جوه عربية ترحيلات. إرهابي صريح لكن أو إرهابي صحيح لكن صريح. بحب العدل، أعمل إيه؟ مش ذنبي لسه بدور عليه. بحب العدل وعشان مش ند لا يمكن في حضن القضاء الدارة يحكم عشاني 1000 حكم وحكم. إعدام مؤبد يا رب سترك، مصيبة دي ولا بالدعارة؟ ده قضاء ده ولا بالدعارة؟ مش ده اللي حاصل، ده كلام موثق مش عتاب. إرهابي لكن ما طلقتش كلابي بالليل على البيوت تقتل أب قدام عياله والجثة تسرقها في تابوت. أنا إرهابي عشان بخوف كل ظالم لما بقول له نهايته إيه. كل سارق كل فاسد بيعرف مني مصيره إيه. كل اللي نافق من جوه شاشة بخوفه سقانا سم بضحكة وبشاشة وأنا بكشفه. أصل إرهابي عرفتوا ليه أنا إرهابي؟ مصر الفنان المجدع ابن البلد اللي غاوي تاريخ سمع كلمة السيسي في افتتاح القمة العربية فقال اللي قاعدين هو السيسي ما حلتوش غير الإرهاب بيتكلم عنه في أي مناسبة. ده ما جابش سيرة الحوثي بكلمة واحدة رغم اللي بيهببوه في اليمن. قام واحد رد عليه وقال له جرايه يا كابتن انت تبع الجماعه الارهابيه ولا ايه؟ مصر سمعه بيقول كده ضحك وقال له ليه يا عم؟ انت شايفني قتلت 16 مليون بني ادم في الحرب العالميه الاولى؟ ولا كنتش شبه هتلر اللي بسببه مات 60 مليون بني ادم في الحرب العالميه الثانيه؟ تكونش يا ابو الكباتن فاكرني الرئيس الامريكي ترومان اللي رمى قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي في اليابان وسوى المدينتين بالارض بشيوخهم واطفالهم، وبعد الحرب سمح لماك ماكارسي انه يحقق مع عشرات الالاف من الامريكان ويرفد الاف الامريكان الموظفين بتهمه ايه؟ ان عندهم انتماء لروسيا. ده غير الالاف التانيه اللي استقالت علشان استاءت لما لقت ان في حد في بلدهم بيفتش على الضماير. اصلها هوايه قديمه عندهم من ايام ايزابيلا اللي عملت محاكم تفتيش واللي تشك ان دينه مش على هواها تفنشه وقتي اسرع تفنيش. كابتن هو انت فاكر ان صوتي مثلا بيفكرك بالرئيس الامريكي ليندون جونسون اللي رمى قنبله نابالم على فيتنام؟ فاكر صوره البنت اللي طلعت تجري عريانه بعد ما النابالم سيح هدومها وجلدها؟ فاكرها؟ جونسون ده اللي طلق علينا الصهاينه في 67. بفكرك بيه. يظهر ان نضارتي بتفكرك ببوش الاب اللي استخدم اليورانيوم في الذخيره اللي ضرب بيها العراق فجاب سرطان لمليون طفل عراقي. صح، بشار. يمكن بشار هو بشار اللي انا فكرتك بيه واللي مدي شويه على، ولا انا يمكن مدي شويه مش بشار، القذافي يمكن لاسع زي القذافي. انا عارف انا اقول لك ايه. انت خدت بالك من عيوني المرفوعه شويه اللي بتشبه عيون جنكيز خان اللي ذبح مليون مسلم اول ما دخل بغداد ورمى اكتر من 10 مليون كتاب في نهر دجله علشان رجالته يعدوا عليهم. قول لي يا كابتن ريحني، انت فاكرني واحد من فرسان المعبد اللي ذبحوا 70,000 مسلم لما دخلوا القدس؟ ولا يمكن ريتشارد قلب الاسد اللي ذبح 3000 اسير في عكا بعد ما اداهم الامان؟ كابتن وصلك كلامي ولا لازم اتنحنح واكلمك زي ما بالسيسي ما بيعمل؟ السيسي اللي قتل 3000 مسلم في 11 ساعه في اشاره رابعه غير الفكه اللي بيموتهم كل يوم في كل حته. الراجل تهته كده وبيقول انا ما اقصدش كل دول، انا فاكرك تبع الاخوان الارهابيه. مصر قال له يا راجل انت تقصد العالم بتوع الصناديق والانتخابات والجمعيات الاهليه اللي بيساعدوا الفقراء والكلام التعبان ده؟ لا يا سيدي اطمن، انا مش من دول، انا ارهابي تبع العتاوله الكبار اللي حكيت لك عليهم من شويه.
الراجل هز دماغه من غير ما ينطق. مصر كمان سكت، بس جات له فكره سيناريو يكتبه، سيناريو فيلم قرر يكتبه ويسميه البغبغانات، ويكون اول مشهد فيه مشهد بين بغبغان وعصفورين في يوم مطر. البغبغان جوه القفص طلع لسانه للعصفورين فوق الشجر وقال لهم خليكوا سايقين العناد، العش قاد وخسرت وياه الولاد لما انفجر. هو انتوا حمل السيل ولا حمل المطر؟ كان فيها ايه لو تعملوا زيي وتقولوا زيي او زي ما بيقول البشر؟ رد عليه العصفورين وقالوا له البطن ولاده، والعش مهما يقيد صخر الجبل عناقيد، نفرشها سجاده وانت اللي فرحان بالقفص اصلك قفص. كتم الهوى جواك ونسوك ان بين الحياه والموت نفس.